تفتكر الشاب ده ايه اللي ممكن يخلي تمشية عادية ليه جوه مول تتحول لمطاردة بالرصاص؟ الحكاية بدأت ببلاغ عادي جدا جوه مول ميلينيا في فلوريدا. الضابط كان أصلا ناوي يسيبه يمشي، لكن قبل ما يخرج بثانية واحدة لمح تفصيلة صغيرة في شنطته. التفصيلة دي قلبت الموقف من مجرد بلاغ عادي لمواجهة وثقتها كاميرات الشرطة الحقيقية لحظة بلحظة. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل. قصتنا ابتدت بواحد من أفراد الشرطة كان بيتمشى وهو خارج الخدمة في مول اسمه ميلينيا في فلوريدا. الكلام ده كان سنة 2022. الراجل كان بيتمشى وهو خارج الخدمة في المول، بس مجموعة من الناس قربوا منه لما شافوه بزي الشرطة واشتكوا له من شاب بيتحرك وراهم وبيحاول يتكلم معاهم، فقرر انه يروح يوقفه ويتكلم معاه. Yo, Atlanta police, stop. Stop. Because they have an open container in public. Can't have an open. Give me your. Give me your ID. Your ID. في اللقطة اللي فاتت دي هناخد بالنا إن الضابط طلب منه تحقيق الشخصية، وسيباستيان حاول يديله حاجة غير بطاقة تحقيق الشخصية، لكن الضابط أصر. فاللقطة اللي قدامنا دي بتبين إن سيباستيان فكر للحظة هل يفتح الشنطة ولا لأ، وده يبين ويثير الشكوك حوالين الشنطة دي. وقدام شوية في الفيديو هنعرف إن اللحظة دي فرقت والضابط بيراقب كل تصرفاته، وهيقرر إنه يقول للضابط إنه معهوش بطاقته الشخصية. I don't have it on me. How old are you? You're 19? Yes, sir. Right. Step over here. What do you do for work? I work at a warehouse. You're not free to leave, okay? I'm not under arrest, am I? No, you're being detained. Does that mean cuffs? No. What are you doing at the mall? I'm just walking around trying to shop. Have a good time while I'm on the weekend, you know? Just honest mistake. وهنا الشاب بيحاول يبرر موقفه للضابط ويخلق أي عذر يبين حسن النية، وقال إنه ما كانش يقصد يضايق حد وإن ده بس كان مجرد سوء تفاهم. Yeah, so I don't have to, you know, I don't want to be involved here. You ever been arrested? No? You going to school or anything or what? I'm trying to go to school. And I'm gonna get you out of here with just a verbal warning on the okay? لحد هنا الموقف طبيعي. الشاب قال للضابط انه بيشتغل في مخزن وبيحاول يجمع المصاريف علشان يكمل المدرسة، والضابط شاف انه مش من النوع اللي بيعمل مشاكل، فطلب منه انه يخرج من المول وقرر انه ما يديلوش اي مخالفات، وفعلا هيوصله لحد باب الخروج. بس اول لما يخرجوا الضابط هيطلب منه طلب هيغير نهاية الموقف ده. Hey Sebastian, before you go, you're free to leave and everything. I'll conduct a search of your person real quick. I don't think you can. I'm asking. No, no. What do you have inside your bag? Just some stuff that I need to get home. Okay. Do you mind showing me? No, I don't have to. Okay. Thank you, though. Nope. هنا سيباستيان كان على بعد أقل من ثانية إنه يمشي والموقف ينتهي على كده، لكن حظه الوحش إنه أول لما لف الضابط شاف حاجة في شنطته هيتحول الموقف ده بسببها للأسوأ. Next time I see you here. Okay. I see it. It's a jar, and it's got a little bit of in it. Okay. You think I'm I just dumb? finished it. Okay. With the... Is that what's inside your bag? Yeah. That's it. Just the Yeah. Okay. Take off your bag. Don't resist. You're gonna make it a lot worse than you need to. Take off your bag. Sir, please. Don't make this worse. ودي اللحظة اللي هياخد فيها سيباستيان قرار غلط جدا ومصيري للأسف. Get out of here. Get out of here. Signal 43. Signal 43. Signal 43 في Malmö. زي ما شفنا سيباستيان كان ممكن الضابط يلاقي معاه السلاح في الشنطة وكانت هتبقى عقوبة بسيطة، لكن اللي حول الموقف ده لموقف حياة أو موت إنه ابتدى يضرب على الضابط. ولو أخدنا بالنا في اللقطة دي إن الضابط كان سريع جدا في رد فعله وسحب سلاحه أول لما شاف إن سيباستيان طلع السلاح، لكن ما قدرش إنه يضرب لوجود الست المدنية دي جنب الشاب واحتمال إصابتها بالطلقة، فقرر إنه ينط جوه الزرع يحاول يفادي الطلقة اللي اتضربت عليه. بعد كده ابتدى الضابط يطارده وحاول إنه يلاقيه وطلب الدعم، وفي الوقت ده كان سيباستيان وصل عند مطعم قريب اسمه أوليف جاردنز واستخبى هناك.
والناحية التانية كان الضابط اللي بيطارده قابل الدعم ووصف لهم شكله وقال لهم هو لابس ايه، وابتدوا يدوروا عليه في المناطق القريبة، وفعلا بعدها بدقايق نجحوا انهم يلاقوه عند المطعم. وأول ما شافهم سيباستيان واتأكد إنه مش هيهرب، ابتدى يطلق النار على الشرطة اللي ابتدوا يردوا الضرب. Jesus Christ! Hey! Get down! Everybody get down! Get down! Get down! Everybody get back! سيباستيان ما كانش عنده أي سجل إجرامي قبل الحادثة دي غير المسدس المسروق اللي هو ضرب بيه على الضابط. وبعد التحقيقات اكتشفوا مفاجأة إن الطلقة اللي أنهت الموقف ما جاتش من الشرطة، وإن سيباستيان هو اللي أنهى المواجهة بنفسه وبطريقته. وبكده قرار عشوائي وغلط صغير في الحسابات في لحظة طيش كانوا السبب في إسدال الستارة على حكاية سيباستيان بالكامل، وساب وراه قصة حزينة كان ممكن نهايتها تتغير تماما لو كان فكر لثواني وأخد قرار مختلف. وانت كمان ما تنساش تقول لنا رأيك في القضية دي في الكومنتات، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.